المشوار اخر شيء اكتشفت ان البوك مو بجيبي، نسيت بوكي بالبيت. سي في اس. نقول مثلا دقيقة بحاول اطلع الفيرفاكس الحين يطلع فيه 6000 سي في اس. فيرفاكس فرجينيا يو اس اي. انا اكتب سي في اس. اوكي فيه 1 2 3 4 5. في 5 من الصيدلية. نشوف هذا آخر واحد. لا مو بذا. فاكس يو اس اي سي بي اس. بعد شو الجديد يا جماعة على بال ما أحصل المكان هذا. هذا هو؟ لا ولا هذا. فينا واحد اوف تقييمه نجمة واحدة. ليه كذا؟ واكن ميديكال كير لا. سي بي اس لا. هذا لا. اتوقع هذا هو. دقيقة وين اللوكيشن؟ يب المفروض هنا. هاي كيفك بصحة وعافية. هنا المفروض صح؟ لا دقيقة. إلا سيف واي. طيب لا ما لقيت. دقيقة بس قربت. هذا لا ولا هذا. ها دقيقة. كلوريتيز سيف واي. المفروض هذا. دقيقة اتوقع اني حصلته. كلوريديز كلينرز. يب حصلته صح. هذا هو. ماني متأكد. ورينا دقيقة بوريكم. بس خلوني أتأكد. لا مو بهذا. احنا نقول لك هو ولا لا. دقيقة أوريكم. بس المشكلة الحين بالجوال ما أدري كيف بيتثبت. اوكي بمسكه شوي كذا. نبحث ثاني مرة. منت كلينيك. هذا لا. ناموسة ابعدي عني. هذا يمكن. قرب. ياهو وش ذي الناموسة؟ ديناصور. ابعد عني. انا اعرف ايش كان حولي بالمقطع. هذه سي في اس الدي كان جنبنا روس. وشو الدي؟ دقيقة كنا ذا. دقيقة انا خايف ان الناموسة ذي تقروش. بيتها سراني. هذه فايف جايز. لا ما كان في فايف جايز. هل انا بفيرفاكس باقي؟ اي والله نفس الشيء. خلاص يا جماعة فقدت الامل ما بحصله. امك راحت وين؟ السعودية. هي رجعت خلاص يا جماعة فقدت الامل. طيب انا متقروش من الناموسة والله يا جماعة. يصلها هنا عايشة بالبيت بدون ايجار شهر ونص يمكن. اوكي دخلت غرفتي كانت كذا. اوكي بديت اتخيل
وديني ديزني لاند. والله فكرة جميلة. اتوقع في ويب كام الحين. ديزني لاند ديزني لاند ديزني لاند. انا رحت ديزني لاند. ديزني لاند ويب كام لايف. ماتر كام ويب كام اوف ديزني لاند لايف. يب هذا هو. وش ذا؟ طيب ايش ذا؟ كذا شوف اشياء غريبة. بفلوريدا صح؟ لا فلوريدا رحت يونيفرسال. ديزني لاند رحت لها بأناهايم. أناهايم في كاليفورنيا يعني أورنج كاونتي جنب لوس أنجلوس. يب. أنا متوتر. أنا ما أعرف ترى أتعامل وحولي ناموسة. هل في أحد نفسي؟ متوتر. أنا أعصب والله نفس الشيء. أتقروش من الناموس. طيب وين نروح؟ نروح البيت وننام. أنا قصتني واحدة تو. يا جماعة شريت كتب جديدة. اللي ما يدري أنا هوايتي القراءة. يمكن الموضوع يضحك. وكيف عرفت أن الموضوع يضحك؟ أن رحت المكتبة وراعي المكتبة شافني قال لي دايلر ما توقعتك تقرأ كتب. قلت كيف يعني؟ انت حق مقالب؟ ايه قال والله اخر واحد توقعته يجي مكتبة انت. ممكن موضوع نار حبيبي والله سام. هذا المضحك المبكي اللي صورتهم سناب شريتهم. يب اعطيكم بس ريفيو على الكتب. ما بقلب لكم الحين البث ثقافة واسوي اوكي. ما اعرف اسولف. كيف ما تعرف تسولف؟ كيف تبي تقرا كتاب؟ طيب شوف كم واحد شريت مرة واحدة. نسيت واحد بعد. روايات أجنبية. أنا ما أقرأ روايات إذا أقرأ عربية. زي ياسر البحري يبا. عندي كتاب ياسر البحري يا جماعة. كتاب رهيب. خلوا الموضوع ياسر البحري مقاطع. كتاب ولا غلطة. ما علينا. أول كتاب. هذا الكتاب قريت منه جزء بس مو بنفس الكتاب. جزء ثاني لما كنت في السجن. اسم الكتاب اللي قريته مو بهذا. اسمه The Monk Who Sold His Ferrari. تكلم عن واحد كان عنده كذا حياة كذا فارهة وسيارات وما أدري إيش. وباع كل حياته واختفى. الناس قامت تسأل وين هذا ما حد يعرف عنه شيء. طلع راح يصير من ذولي المونك اللي يجرون كذا بالجبال وبس يحبون الطبيعة. ما بشرح أكثر بس اقرأ كتاب مرة حلو. خلصته يمكن نفس اليوم هذاك اللي قريته بالسجن. إنه ما كان عندي شيء أسوي. في كتاب تكلمت عنه قلت أنت قريته بالسجن وقلت إنه أثر فيك. بنوصل له. هذول كتب جديدة أخوياي قالوا لي يقروها. إيه أنا عندي أخويا بعد يقرون كتب. شفتم كيف؟ لازم تحط ناس كذا حولك تفيدك تنصحك مثلا بكتب معينة. تنصحك إيش تسوي من ناحية بزنس كذا. ناس تفيدك مو بس خوي يضحك وبس. خوي راعي دجة وبس. المهم ما علينا. هذول بقراهم ما أعرف هم عن إيش. طبعا مو موسكو. أكيد مو موسكو. شفتم خطه هو يكتب بالعربي. أنا ما درست عربي. يعني أنا دراستي كلها لما كبرت اوكي درست ابتدائي بس عربي. وبعدين دخلت متوسط كل شيء انجليزي. ثانوي كل شيء انجليزي. جامعة كل شيء انجليزي. ولسه اكتب بالعربي احسن منه.
نايف اخو عبد الله، اذا هو يكتب يد اليمين وقرر انه يكتب باليسار بيكون خطه احسن من خط موسكو. موسكو يصور بوستات وهو يقرا كتب، اتحدى انه فاهم شيء او انه قراها. هذه الكتب اللي يحطونها شو اسمه بالكافيه، ولا هو ما يدري. هو موسكو اصلا اذا الكتاب كذا الكتاب هو يمسك كذا، عارف؟ يقول الله في صور. هو من النوع اللي يجيك يقول لك في صور. المهم قبل شوي شو اسمه اللي سالني عن الكتاب اللي قلت اثر فيني لما قريته بالسجن، هو مو بهذا، هو بس من هذا النوع، مو هالنوع. شو اسمه يا الله، اسم الكتاب ذا سيكريت. اوكي، هذا الحين جزء جديد اسمه ذا باور، لسه ما قريته، بقراه. كتاب جدا جميل، يخليك تبطل عادات انت تسويها وانت ما تعرف انك قاعد تسويها، اشياء كذا انت من نفسك لا شعوريا تسويها، وبعدين لما نفس المؤثر يب لما تغير هذه العادات تشوف ان كذا حياتك صارت اسهل وتستوعب انك تسوي هذه العادات. هل احد واجه هذا الشيء قبل؟ بلع شراب. اوكي. وعندنا هذا الكتاب، هذا احمد قال لي يقراه. اللي يعرف مين احمد، احمد هو صاحبي وبنفس الوقت مدير اعمالي، وسمعت عنه كثير، ما اعرف عن ايش. اتوقع نفس الشيء. الموضوع هذا دقيقة، عندي ريفيو هنا. الكتاب هذا ايه، الكتاب هذا خليك ما تخاف من اشياء عادية. هل احد انت بالذات اليوتيوبر؟ ايه انا يا جماعة. انت بالذاته بالذاته مين؟ بذاته. في اشياء طبيعية الانسان يقدر يسويها، بس بعضنا نخاف نسويها. فهذا الكتاب يخليك تكسر حاجز شو اسمه الخوف انك تسوي هذه الاشياء. حاسس غريبة مو بمكانك، انا مكاني كل مكان. شو اسم الكتاب؟ اسم الكتاب جدا صعب بكلج فيه. Untethered Soul. The Untethered Soul. هذا هو كابتشر. حمستني اشتريه. يب. اذا عندك كندل، للي ما يدري وش كندل، كل شيء سويته بالحياة بالضبط. اذا عندك كندل، للي ما يدري وش الكندل، كتاب هو مو كتاب، هو جهاز شكله كأنه كتاب. اكتبه بالشات كابتشروا. ليش معكوس؟ طالع الكلام معكوس. تبوني اقلب لكم اسوي لكم ميرور؟ الحين كابتشروا. يلا اوكي، هذا راح ابدا اقراه. اي طقيت الشاشه. هذا اول واحد ببدا. كندل هو نفس الايباد. يب اي لغه؟ انجليزي، كل كتب انجليزيه. بس عشان كذا اذا عندي كندل يمديك تحمل مثلا تحمل منه عربي، فهمت؟ او يمديك مثلا تبحث عنه مترجم بتحصله اونلاين. وهذا الكتاب شفت الكثير يقراه، اسمه 48 قانون للقوة، وشفت الكثير يمدح فيه. والكتاب هذا كسر ارقام قياسية، انترناشنال بست سيلر، اكثر كتاب انباع كل الدول. فانا ودي اعرف ايش سالفته. هذا اخر شيء يمكن تشوفون حجمه 48 للقرن. دقيقة.
الله يقوينا من عنده بالدعاء والصديقات فعليا. اوكي يا جماعه، هذه الاشياء اكيد نعرفها، يعني ما قاعد نقول لكم احنا نؤمن بهذه الاشياء والخرافات، بس هذه الاشياء تخليك تركز بالعادات اللي انت تسويها وانت ما تعرف انك تسويها. الحين وصلت بيت جدتي، ايش اسوي مع بنت خالتي؟ قلت لك طقيها. طقيها تعطيك موتيفيشن، بالضبط هي مجرد موتيفيشن. بس في ناس مريضة، في ناس فعليا في ناس فعليا كذا يصير فكرها انه ايه خلاص انا بقرا هذا الكتاب لاني انا قريت و I manifested. اللي ما يعرف ايش يعني manifested، يعني